خلاص. بص بقى البخاري بتاع الحديث، بص بقى قال لك ايه؟ خلق افعال العباد صاد 125 كتاب يعني. قال: ما ابالي صليت خلف الجهمي والرافضي ام صليت خلف اليهود والنصارى. يا نهار اسود. يعني هو قصده اساسا، خلي بالك بقى، قصده اساسا ان اليهود والنصارى كفار طبعا، ما بيعترفوش بحكايه اهل الكتاب دي خالص، ولا الفرق بينها وبين الكفار. فبيقول لك انا اصلي ورا الجهمي، جهم تبع فرقه فلسفيه زي ما قلت لكم، السنه بيكفروا بعض، فيعني المفروض فرقه سنيه بالمناسبه يعني. ليها اعتقاد برضه فلسفي كده اللي هو عن الجبر والتخيير والتسيير في الحياه، مخيرين ولا مسيرين، اللي هو جهم بن صفوان يعني واتباعه. فبيقول لك ما ابالي، مش مشكله عندي. طبعا ده كلام على سبيل التشبيه، ها يعني عايز يقول لكم قد ايه دول مستحقرين. ما ابالي صليت خلف الجهمي والرافضي ام صليت، اللي هم المفروض مسلمين، ده مش المفروض مسلمين، غصب عنه مسلمين على فكره. الشيعة الاثنى عشرية وكل طوائف الشيعة مسلمين من اهل القبله، هم يقولون عن انفسهم مسلمين، انت مالك انت؟ ولم يظهر عليهم شيء من نقد اساسات الاسلام ابدا. خلاص. بيقول لك ايه بقى؟ ما ابالي صليت خلف الجهمي والرافضي ام صليت خلف اليهود والنصارى. ليه؟ لان هو بيشبه اليهود والنصارى هنا عليهم كفار طبعا، ما عندوش بقى الحكايه دي، فبيقول لك اصلي ورا اتنين من دول زي ما صلي ورا اتنين كفار. طبعا المثالين غلط، لا الجهمي ولا الرافضي او الشيعي كافر، ولا اليهود والنصارى على فكره كفار بالمعنى المطلق، هم بديانتهم اهل كتاب. فبيقول لك ايه ده الاستاذ البخاري برضو: ولا يعادون ولا ينكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. يعني ده حتى كده يعني، فاهم؟ كل ده بيربي ايه بقى؟ دول المذاهب الاربعه، وجاي الشافعي هو الرابع، وكل كتب الحديث والتفسير بتاع ابن كثير والقرطبي، يعني جبت لكم كل حاجه. يربي ايه بقى؟ يربي داعشي ببساطه. الداعشي ماله غلطان في ايه؟ لا ده هو دارس الكتب كويس ومؤمن جدا جدا جدا. فراح وبعدين عايز يقيم الخلافه، فقال دول اعداء الله، دول الروافض الكفار اللي بيشتموا مش عارف مين، وقد قال علماؤنا كده، بيقولوا بالظبط ان عليهم الكفر. طبعا هيجي دلوقتي فوق بقى الكريزه اللي فوق التورته زي ما بقول لكم دايما، السفاح رئيس العصابه الدموي القاتل السفيه ابن تيميه، هيحط بقى الفرشه دي كلها ويزقها لهم بقى هديه كده، عشان يبقى عندهم كل الاحكام، المذاهب الاربعه وابن تيميه وتلامذه ابن تيميه ابن القيم وابن كثير والناس دي. بس فلازم الشيعي يتقتل طبعا، ومش الشيعي بس، ده احنا لحد دلوقتي في الشيعه الاثنى عشريه والزيديه اللي هم لا خلاف، حتى شيخ الازهر في الخمسينات محمود شلتوت الفتوى المنسوبه ليه قال الشيعه الجعفريه اللي هي الاماميه يعني مذهب خامس في الاسلام، يعني فوق الاربعه بتوعنا. حلو. لكن ده لسه بقى ما شفتوش هيقولوا بقى الدروز والعلويين والاسماعيليه ما شفتوش، لسه بدري لسه بدري. الشافعي بقى بيقول لك ايه بقى؟ لم ارى احدا من اهل الاهواء اشهد بالزور من الرافضه. يعني الرافضه اللي هم الشيعه طبعا دول بالزور، الزور خلاص. احمد بن يونس. مين احمد بن يونس بقى؟ ده واحد كان احمد بن حنبل بيشكر فيه قوي، بيقول عليه امام الاسلام وكده والحاجات دي. الصارم المسلول 570 صفحه. الصارم المسلول ده اللي هو ابن تيميه، كتاب ابن تيميه. بيقول لك ايه بقى؟ قال احمد بن حنبل خرج رجل الى احمد بن يونس فانه شيخ الاسلام، قال احمد بن يونس ده هو اللي قال، ها ركزوا معايا، لو ان يهوديا، بصوا دي عشان تعرفوا الخلاصه بقى، الحنابلة خلصوا الموضوع، انا كده جبت لكم 4 مذاهب، ده الرابع الحنبلي. قال: لو ان يهوديا ذبح شاه معزه يهوديا، بالنسبه له طبعا كافر، ها، وذبح رافضي شاه زيه، المفروض ده كافر كفر بقى بالنسبه له كبير قوي، اللي هو اليهودي والرافضي او الشيعي ما نعرفش منين جابوا تكفيره. بص بيقول لك ايه: لاكلت ذبيحه اليهودي ولم اكل ذبيحه الرافضي لانه مرتد عن الاسلام. يا حلاوه، يعني ده اللي اتقال له كده والله. ايه رايكم؟ بيقول لك هو بيقيس اليهودي على انه كده، بيقول لك لو الكافر ذبح شاه والرافضي الشيعي ذبح شاه، انا اكل بتاعت الكافر ده مرتد، ده ما كلش، ده لازم يتقتل يدفن. الصارم المسلول ده كتاب ابن تيميه صفحه 570. لسه على فكره ما سمعتوش حاجه، لسه في بقى، لسه هقول لكم دلوقتي حاجه لطيفه قوي هتعجبكم بتاعت انواع القتل برضه. بص بقى يا سيدي ابن حزم، الفرق بين الفرق. بص بقى بيقول لك ايه: وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض. الملل والنحل اللي هو كتاب ابن حزم صاد 52 و53 على 1.
ده كل ده انتوا ارجوكم فهموني في اللي بقوله. الولد الشاب الازهري اللي عادي اللي حتى عايز يتثقف اللي عايز يلتزم في دينه اي حاجه بقى، هيقولوا له زي اللعبه البازل اللي بقول لكم عليه، بازل. روح جيب كتب القرون الثلاثه الاولى، اكبر 4 مفسرين القران قريتهم لكم، طبري وابن كثير والقرطبي والرازي مثلا. روح جيب كتب ال4 مذاهب اذا تخصصت في مذهب او اقراهم بالكليه وعليهم الكابتن ابن تيميه. وروح افتح شوف الاحاديث اللي في البخاري ومسلم. ولا حاجه في الثلاث قرون المقدسه بتوحي للي بيقراها غير انه يروح يقتل الشيعي فورا. طب وانا زعلان ليه؟ الشيعي كافر وكل العبر اللي انتوا سمعتوها دي، رغم ان الخلاف كله على بعضه ديني او حتى التكلم في الصحابه بالخطأ او كل ده لا يكفر، جرم كبير ولا يكفر ولا يبيح الدم، لان انت اصلا انت مين اصلا عشان. لكن هي جت على دي يا جماعه، ده كلنا يا جماعه مرتدين، كلنا اساسا حتى السنه جوه بعضينا كلنا مرتدين الا الجماعه دول اوعى تفكروا دول متطرفين، دول اهو ده الشيطان هو بيتكلم، كله يقتل كله، حاجه عاديه جدا. هطلع فاصل دقايق وارجع لكم. اهلا بيكم. نكمل الكوارث اللي احنا فيها. ابن حزم الظاهري تاني بيقول: واما قولهم في دعوى الروافد تبديل القرآن فإن الروافد، على فكرة دي بقى اللي ابصم لكم عليها، مش عارف اقول لكم ايه، اللي دارس وعارف على الامانه العلميه تقتضي عليه. عمر ما شيعي في الدنيا ولا الاخره قال القرآن زيد فيه او نقص منه. يعني لا تزود عليه، كل اللي بتسمعوه ده ده كذب. يعني قول هم بيشتموا الصحابه ماشي، قول خلافنا معاهم كبير جدا وعميق ماشي، لكن مسلمين من اهل القبله يصلوا ال5 فروض وعمرهم ما قالوا كلمه في القرآن ولا كلمه ان النبوه كانت، مش عارف برضه تلاقي عيال صغيره كده يقول لك ايه، لا ده الشيعة دول بيقولوا اصل النبوة كانت نازلة على علي وجبريل غلط. ايه يهبل يا ابني اللي بتقوله ده؟ طب انت اهبل، طب دي مشكلتك، تقتل وانت اهبل؟ يعني تاخد الكلام بتاع واحد اهبل من دول وتقتل عليه وانت اهبل؟ يعني شيعة ايه اللي بيقولوا الامامة كانت النبوة كانت نازلة في علي؟ فين دول؟ مين دول؟ اذا كانوا هم بيحبوا علي عشان هو ابن عم النبي، يعني مش بيحبوا علي لذاته كده واحد ماشي في الشارع. يعني بداية حب الشيعة لآل البيت ان هو اولاد عم النبي، سهله. غالوا في ذلك او لم يغالوا، اتخانقنا علي الاول لابو بكر، شتموا يا سيدي، مع جرم ذلك هذا لا يعني انهم كفروا بالاسلام. نواقض الاسلام هي نواقض الاسلام الطبيعيه، قرآن والصلاه والكعبه والاتجاه والصوم في مالكم. لكن دول لعنه الله على التراث. كل من يقتل الان في العراق والشام، في سوريا وما حولها وفي لبنان وبيكفر، يقتل على هذا الكلام. اهو ال4 مذاهب وابن تيمية في الاول وشوية مفسرين القرآن منهم ابن كثير والقرطبي بحالهم، كل دول بيقولوا الشيعة الاثنى عشرية العاديين، لسه ما جيناش في ال4 طوائف التانيين او الزيدية معاهم، يعني اثنى عشرية، كفار يقتلوا مباح الدم. هل ده دين؟ وبعدين يرجع يقول لك ايه لما يجوا بقى يعملوا فيديو لمسيحيين ولا غير مسيحيين ولا احنا ولا مرتدين ولا معاذ، ما هم قتلوا كل حاجه. هو دلوقتي معاذ سني، الجيش المصري في سينا سني، ايمن الدسوقي سني، دول على ايه؟ افتكروا بقى الاسبوع اللي فات بيعبدوا الطاغوت وبينتسبوا للجيوش الكافره، ماشي. والمسيحيين في ليبيا اهل كتاب، ما فيش اهل كتاب، في كفار بقى بالنسبه لهم، كفار دول اللي قالوا لهم. ودلوقتي الشيعة الاثنى عشريه كفار، وال4 مذاهب التانيين لسه هقول لكم بقى بكره بيتقتلوا في العراق والشام. فاضل مين ما اتقتلش؟ بسبب مين؟ بسبب مين السني والشيعي والدرزي والعلوي والمسيحي يتقتلوا؟ بسبب مين؟ بسبب الملعونين دول، بسبب الملاعين دول. كله بيقتل كله عشان خاطر كله يوصل للجنه. جنه ايه؟ جنه تخلوا فيها جنه؟ هو ده دين؟ وبعدين يرجع بقى اللي انتوا عارفينه ده، واحد من بتوع الازهر قيمه بقى يقول لك دول يستحقوا الصلب من خلاف، دول مش بشر. ويطلع وزير العافيه يقول لك دول ليسوا على الانسانيه وان الدين الاسلامي. دين اسلامي ايه؟ عايز الدين الاسلامي بتاع النص؟ خليك في صفي وارمي دول في مزبله التاريخ. بتقدموا لهم الكتب دي عنها مقدسه، اوعوا تفتحوا بقكم. ازاي تبقى عايز تحرق نبته انت اللي زرعتها في دول؟
ازاي تقطع جذع شجره وبتتكلم عليها انها شجره ملعونه، وانت اللي بتقدس الشجره الملعونه دي وبتقدمها على انها الامه. اوعوا تتكلموا. وزي ما قلت لكم اول يوم في الاسبوع، الموضوع انتهى. احياء التراث هو احياء للموتى، مش هتعرفوا تعملوا حاجه خلاص. لكن اللعنه دي وكل جيوشنا وناسنا وبناتنا بتتقتل وبتغتصب وبتسبى، وافتكروا حصل في العراق والشام، سبايا عبيد بياخدوها يعاشروها جنسيا، ها، بسبب الملعونين دول. فلازم يفهم قادة الدول، انت بتحاربهم، دي الحرب الأكبر. بيتقتلوا رجالتك وناسك وبلدك وشعبك على دول، مش على حاجة تانية. خلي بقى الأزهريين يدافعوا عن دول. كله كفار، مسيحيين بيتقتلوا، أهل سنة بيتقتلوا عشان مرتدين، شيعة بيتقتلوا، فاضل وطبعا بقية العالم كله كافر فهو يستحق القتل أو الجزية. شفتوش حلاوة كده الدين في العالم؟ هتلر مين وموسوليني والفاشية والنازية يا جماعة، دول أحط ما وجد في البشرية. كلنا نتقتل والمش عارف مين، والله هذه القلة المنحطة تبقى هي اللي مع الحق وتعيش. تخيلوا للي زي الدواعش دول لو هم أهل الجنة. يا عم مش عايزينها. هنكمل بكرة وأشوفكم بكرة.